السلام اخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. مرحبا بكم في حلقه جديده على قناتكم، قناه مصطفى بيس، قناه اللي تشم باستعداد لمباراه التعليم وبكل جديد تتعلق بهذا الصدد. اللي كانت اول مره كتفرج فيا مستاج دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد تلوح في لاشين. دير شي واش كومونتير كان عندك تساؤل ولا شي حاجه بغيتيني نجاوبك عليها، ولا عندك فيها شي لبس خليها تحت في الكومونتير، بالاكيد غنجاوبك. نبداو على بركه الله. فوالا الاخوان، كما تشوفوا هنا العنوان: الاخوان 5 اخطاء لا يجب عليك ارتكابها بعد نجاحك في مباراه التعليم. أول حاجة تنبغي الناس اللي نجحوا مباراة التعليم، ما تنعرفوا إخوان، إنسان تينجح مباراة التعليم تيظن أن النهاية صافي غيمشي ينعس. لا إخوان، هذا وقع خطأ توقعوا فيه أغلبية ديال الناس، خصوصا هاد السنة كان امتحان معطل. إذا باش تلتجئوا مراكز التكوين وتبدا المدة ديال التكوين في مراكز التكوين تتكون مدة قصيرة إخوان، وخاصك تسجيل. إذا لما كان التسجيل تعوضوك بالناس اللي في لا ليست لاطونت. هاداكشي علاش إخوان اليوم غندويو على 5 أخطاء اللي مخصكش ترتكبها فاش تنجح في مباراة التعليم. بداو على بركة الله. أول خطأ إخوان اللي مخصكش ترتكبو هو تعطل في التسجيل. علاش ما خاصكش تعطل في التسجيل؟ باش نعرفو كما جا في الإعلان اللي درتو الحلقة السابقة الإخوان، التسجيل فيه تقريبا 4 أيام نظرا لضيق الوقت إخوان، وتعطل في إعلان عن النتائج، وكان الامتحان معطل مقارنة بالسنوات الماضية. إخوان فاش تتعطل في التسجيل تقدر تجي نهار الآخر مثلا تجي تلقى عندك شي وثيقة ناقصة، متلقاش الوقت فاش تجيبها ولا تريكيبيريها، لذلك تخلق لك مشكل في التسجيل. يعني حاجة إخوان، علاش ما خاصك تعطل؟ لأنه لا جاب الله وما جبتيش تتزرب وما جبتيش الدوسي كامل الإخوان، تقدر يتلغى لك الملف وتعوضوك بواحد آخر اللي كان في الليست داطونت في مباراة التعليم. داكشي الإخوان بنادم يسارع في التسجيل وما يخليش حتى النهار الآخر. ثاني حاجة الإخوان هي تغلط في ملء استمارات إخوان، المعلومات اللي تملأ في الاستمارات سواء بطاقة المعلومات أو أشياء أخرى. علاش مهمة؟ ومهمة جدا لأنه ديك المعلومات هي تمكنهم من التواصل معك، خصوصا نيميرو التليفون تركز عليه إخوان، التليفون ديما يكون حداك. ثاني حاجة الجيمايل. ثالث حاجة العنوان الإخوان. رابع حاجة الاسم، ركز عليه. رقم بطاقة وطنية، جميع المعلومات إخوان اثناء فاش تكون تعمر ما تجيش حتى للسونطر وبدا تعمر كما تيديروا بعض الاخوان. عمر وحده في الدار وجيب معاك وحده خاويه كما قلت في الفيديو السابق. حتى غلطتي عاود هذيك الساعه وتتكون سهله، ماشي يلاه تبدا تعمر وتيجي بنادم تلقى الصف طويل. لان اخوان تجي الامور ديالك مقاده من الدار، تجي لمركز التكوين تحاول تجي شويه بكري باش تحط الدوسي ديالك وما تبقاش تسنى مده طويله. ثالث خطأ الإخوان هو تجي معطل. بالنسبة للناس اللي تكونوا بعاد، ساكنين بعاد على مركز التكوين، تلقاو مشكل، لأنه الداخلي اللي تيكون في مركز التكوين ولا السي ام اف اللي هو مركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تيكون عنده مقاعد محدودة. بالنسبة للناس كاين اللي ما عندوش مسكين، تتكون تجي في المدن الكبيرة كالرباط، الدار البيضاء، عارف الكرا غالي، ولا ما كانش عندك عائلة تلقى مشكل كبير، تولي سوا دير لا نافيت سوا غتكري بثمن باهظ وما تقدرش عليه. مجموعة ديال الإشكالات إخوان. إذا بالنسبة للناس اللي مسكين ما عندوش قدرة، ولا اللي عنده حتى هو يحاول يجي بكري باش يتسجل وما يضيعش لهاديك الفرصة أنه ساكن بعيد ويعود يلقى مشكل في الترونسبور. وهاد المشاكل ننتفي في غنى عنها الإخوان بعد هاد التمارة كاع اللي ضربتي باش تقبلتي في مباراة التعليم. داكشي علاش اخوان بنادم يتسجل بكري. رابع خطأ الاخوان اللي تيديروا هو بعد ما تيتسجل تيجي معطل، بحال كاتبين في تاريخ التحاق 12 ما تيبقاش يجي هو، نظرا لانه تيكون خدام في شي مدرسة اخرى ولا شي حاجة كما شفنا هاد العام. اذا الاخوان بالنسبة للناس اللي خدامين يحاولوا يفسخوا وماكسيموم دغيا العقد، لانه يقدر يخلق لهم مشكل وهذاك تيبقى الراي الشخصي ديالهم. ثاني حاجه الاخوان، تنجيش معطل، حيت الا جبتي معطل واخا دافع الدوسي تيقول هذا الاخ غير مهتم ولا عنده شي حاجه اخرى بشكل منطقي. اذا خدام في شي بلاصه اخرى هي اللي تتمنعو باش يحضر، اذا يعوضوك بشي وحدين من لا ليست داطونت كما قلت لكم في الاول. داكشي علاش الاخوان بنادم يقول الامور ديالو من الاول وما تطيحش منه التمرير دار هباء منثورا.
الناس اللي ما عندهمش بنك. ديك الساعه ما تيمكنش يدلي بشهاده تكون باقا ما خرجت لي لاكارت، ما تكونش باقي خرج لي الريب. لذلك فاش تيبغيو يصرفوا المنحه تلقى واحد الصعوبه وتتجمعوا ليه واحد 3 شهور. بالنسبه هي غالبا تتجمع لكلشي، ولكن هو تتزاد فاش تخرج الاخرين المنحه تيكون هو الدوسي ديالو يلاه تيتريطا. حتى الامور اخوان ديال البطاقه تحاول تسارع فيها باش ما تلقاش هذا المشكل في صرف المنح. ديك فلوس اغلبيه تكون محتاجه، سواء تكري بها الا ما كانش في الداخلي، سواء باش يصرف تكون الوضعيه غير جيده. اذا الانسان يقوم بجميع الاحتياطات باش يتجنب جميع المشاكل اللي تقدر تواجه. فوالا اخوان، هذا ما كان بالنسبه للفيديو. بالنسبه لاخوان مراكز التكوين راه غندير لكم واحد الفيديو خفيف كيفاش تقدر تعرف مراكز التكوين اللي كاينه في بلاصه انت واللي جاتك وفين كاينه اللوكاليزاسيون، نيميرو التليفون الا بغيت دير شي استفسار. ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله انتظروه. هذا ما كان اخوان بالنسبه للفيديو. كان معكم استاذ مصطفى من قناتكم قناه مصطفى بي اس. لما كنتي تابونا باش يوصلك كل جديد، ودير جيم وشي كومونتير. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.